سلام ومحبة. من الأراضي الروسية ألقى فريد التحية، تحية حملت بين ثناياها سلاما للعراق بلده الذي غادره مضطرا، محققا بهذا حلم طفولته الذي طالما داعبه بأن يحلق في السماء. وتحقيق المستحيل يتطلب العمل الجاد والمجهود الكبير. على متن طائرة الميج 29 المقاتلة الروسية الفتاكة حلق فريد لفتة على حدود الفضاء الخارجي من قاعدة نوفوغراد العسكرية الروسية، وهو أول اختبار خضع له بعد أن رشح لريادة الفضاء بصفة باحث. الخاطر تشتمل على أنه أولا سرعة هائلة جدا، إضافة إلى أنه المانوفر اللي بيها هي تولد جي لود أو قوة جاذبية أرضية بشكل ما يتحملها الجسم. يعني أنا اختبرت أكثر من 7 جي، و7 جي هو 7 أمثال الجاذبية الأرضية، خاصة بالهامر مانوفر والكوبرا مانوفر. وكالة الفضاء الروسية تبنت إعداده وتدريبه لريادة الفضاء كباحث مستقبلي وليس سائحا. واستنادا إلى قابلياته العلمية والجسدية التي وضعته في مصاف الأبطال والمتميزين، اجتاز الاختبار الأول الذي تضمن التحليق على حدود الفضاء الخارجي بنجاح فائق، وبفرحة غامرة رفع علم العراق خفاقا وتوج به إنجازاته الكبيرة المتعددة. ولكون فريد طيارا ومظليا وغواص استطاع اجتياز التدريب العملي والفحص الطبي في وكالة الفضاء الروسية في مدة لم تتجاوز شهرين، في الوقت الذي يتم فيه إعداد رواد الفضاء بين 2 إلى 3 أعوام. لكن كيف استطاع المغامر العربي الوصول إلى تجربة ريادة الفضاء؟ سقف العالم أوصله إلى الفضاء الخارجي، إنها قمة إيفرست أعلى القمم. وبعد مرور السنوات تحول الكنتور إلى قمة إيفرست. فريد coming in for his first landing. وبعيدا عن الأرض قريبا من السماء دخل فريد لفتة موسوعة جينيس بعد تنفيذه أخطر قفزة مظلية من طائرة حلقت به فوق جبال الهيمالايا، أدخلته إلى الموسوعة العالمية ليكون أول عربي يحقق رقما قياسيا في هذا النوع من الرياضات الخطيرة. شيء مش عادي، مش عادي أبدا، ما تصدقوني. تفرد بإنجازات عالمية وعربية، كل هذه الإنجازات حسبت لبلده، لكنه سعى إليها بمفرده بدون دعم مادي أو حتى معنوي من الجهات الرسمية. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي تحديدا، البلد الذي يقيم فيه والذي احتضنه لسنوات وعائلته، نفذ فريد لفتة أجمل قفزة مظلية فوق نخلة جميرة، إذ شكل بجسده الطائر جذع النخلة الشهيرة، تكوين غاية في الجمال والتفرد، مزج بين من أبدع بتخطيط نخلة جميرة على الأرض وخط جذعها في السماء. وفي غمرة الإنجازات الكثيرة ورغم مغادرة فريد بلده العراق مرغما، اختار الطيار العراقي أن يهدي بلاده سلاما ومحبة بقفزة عرفت بقفزة السلام. حلق فوق سماء بغداد بمظلته الحمراء متحديا الخطر الأمني. نجح فريد ولقب بصقر العراق.
رشحه الاتحاد الدولي للمشاركة في بطولة جمهورية الجبل الأسود للقفز المظلي، وتم تكريمه بشكل مختلف ومفاجئ بعد أن تخلى عنه الاتحاد العراقي للقفز المظلي واختاره الاتحاد الدولي لافتتاح البطولة العالمية، وتفرد برفع علم الاتحاد كونه بطلا عالميا. وبمعية القوات الخاصة السويسرية قاد أقدم الطائرات التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية. حمل فريد رسالة سلام إلى أبعد نقطة في العالم ليسجل أخطر قفزة مظلية بعد إيفرست، إنها محور الأرض في القطب الشمالي. جال منطقة القطب الشمالي على متن أقدم سفينة نووية روسية بمعية 132 عالما من مختلف الجنسيات. نجح فريد ونال لقب هرقل الشجاع. حقق لفت إنجازات عالمية مبهرة، ولكن ماذا عن مشروع الفضاء؟ والله مشروع الفضاء مؤجل لحين تلقي الدعم المادي من قبل الحكومة العراقية أو أي حكومة عربية، لأنه مثل ما تفضلت حضرتك أنا جاهز لكن ينقصني الدعم. لبرنامج محطات، هدير الربيعي.